انا بطمن حبايبي، الناس اللي اتعاطفت معايا ووقفت جنبي، المصريين اللي بجد، اخواتي مسلمين ونصارى، بقول لهم متشكرين لتعاطفكم معايا، لان انتوا فعلا بتأيدوا الحق وبتنصروا الحق. وانا الحمد لله بخير وموجود وحي ارزق وشغال ومفيش اي مشكله، ومفيش حد زي ما الناس بتقول بتوع الامن جولي، ولا حد سألني ولا سأل اهلي ولا حد جه نواحية. انا شغال زي الفل ومفيش اي حاجه، وبعضي حاجتي زي اي مواطن عادي. والحكومه لو عايزه حد، لا هو كبير عليها ولا هي اقل انها تجيبه، هتعرف تجيب اي حد، والحمد لله مفيش اي حاجه ومفيش مشاكل. اما بالنسبه للاشاعات دي فهي ما بتفيدنيش. انا مش جورج كلوني ولا ممثل ولا انا انسان بسيط، بصحى من النوم بروح شغلي وباجي بعدي اروح اشوف اسرتي، واسرتي مش مراتي وزوجتي وبس، عندي خالي، عندي خالتي، عندي عمتي، عندي اهلي. فدول لما يسمعوا اشاعه ان انا اعتقلت او اتقتلت، دي مش هتبقى بالنسبه لهم هينه، وهتتعبهم نفسيا وهتتعبني انا نفسيا، لكن انا بخير والحمد لله. واحب اقول لحضراتكم لو عايزين خبر، اكيد عندكم مواقع رسميه على السوشيال ميديا اللي انتوا بتسموها، يعني عندك موقع رئاسه الوزراء، وعندك موقع القوات المسلحه، وعندك موقع الداخليه. هم دول اللي تاخد منهم الخبر الصحيح. الناس اللي بتروج الاشاعات، يعني انت بتروج الاشاعه انا اتقتلت، انا ما اتقتلتش ولا مت، انا موجود قدامك هو حي ارزق. يعني انت بسبب كده انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل فتنه بس انت مش واخد بالك. لو انا عايز خبر حقيقي انا اروح ادور على مصطفى اشوفه فعلا حي ولا مش حي، بس مش اكتر ولا اقل. وفي حاجات مهمه اكتر من مصطفى نشغل دماغنا بيها، نحاول نساعد الناس، الشهداء اللي بتموت نشوف اسرهم، دول اولى. اي حد اللي بيروج الاشاعات انت كده بتلعب بمصر. وانا لما اتكلمت عن مصر، ومحدش ينفع يلعب مع مصر، لان محدش يلعب مع امه.